وفقا لمنظورها، فقد أدرك القائد آبو الحسابات القذرة لهذه القوى المهيمنة في العالم، وقد وضع استراتيجية لأجل المرأة والمضطهدين، وأظهر لهم الطريق إلى النصر بأن تنتفض المرأة في وجه هذه القوى وتطالب بحقها بالعدل والمساواة. إلا أن القوى المهيمنة تسعى إلى أن تبقى المرأة مستعبدة ومستضعفة ومستبعدة أيضا عن جميع مجالات الحياة. فإننا نرى الانتفاضة الشعبية التي تواجه العديد من دول الشرق الأوسط التي تؤيد السلطة والقمع، فإنها تعترض يوميا للدمار. فإيران هي واحدة من هذه الدول. ففي الأحداث الأخيرة التي تعرضت فيها الشابة جينا أميني من مدينة سقط للتعذيب والقتل على يد الشرطة، لذا انتفضت المرأة في إيران. وعندما أراد النظام الإيراني قمع الانتفاضة، وقف الشعب بأكمله على قدم واحد وتحت شعار المرأة الحياة الحرية. وعشرات المدن في شرق كردستان، وكاد أن يقف جميع العالم في وجه النظام. السلطة ذات الذهنية الذكورية في إيران إن هذه العملية لم تحدث في شرق كردستان بل تجاوزت حدودها إيران، وسمع صوت أقدام ثورة نسائية في جميع أنحاء العالم مرة أخرى. نقول بأن المرأة ستغير العالم، ولكن تقوم الدولة الإيرانية بارتكاب المجازر ضد هذه الانتفاضة، ومن أجل إسكات انتفاضة المرأة التي تتصاعد وتتواصل تحت شعار المرأة الحياة الحرية. قد تعرضت 9 مدارس للبنات في مختلف مدن روجهالات شرق كردستان وإيران للهجوم بالغازات السامة، وانتقلت على آثارها عشرات الطالبات إلى المشافي. وهذه ليست المرة الأولى يحدث مثل هذه الحالات. يسعى نظام الدولة الإيرانية لقمع صوت المرأة من أجل أن يمنعها من المطالبة بحقها وحريتها والوقوف في وجه طغيانهم، ومن أجل بث الرعب والخوف في قلوب الطالبات اللواتي يشاركن في الانتفاضة. وتحدث هذه الجريمة أمام مرأى العالم أجمع دون أي تدخل من أي منظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان أو إدانة أو استنكار لهذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الدولة الإيرانية لقمع صوت المرأة، صوت الحق. ونحن كاتحاد المرأة الشابة وباسم جميع الشابات نرفض وندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الأفعال والجرائم التي ترتكب بحق الشابات في المدارس والجامعات والمرأة بشكل عام. ونحن من هنا من مدينة الرقة ومن شمال وشرق سوريا نعلن تضامننا مع انتفاضة المرأة في روجهالات، ونقول بأننا معكم في نضالكم، وسوف نمشي على خطى شهيداتنا الفدائيات، وبأننا لن نتخلى عنكم أبدا. نناضل ونسير معا حتى تحقيق أهدافنا بالحرية لجميع النساء. كلنا إيمان بأنه سوف تنجح انتفاضة المرأة في روجهالات مثلما نجحت ثورة المرأة في روج آبا وشمال وشرق سوريا، وسوف يكون القرن 21 قرن حرية المرأة كما قال القائد آبو.